السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناه اكل اسكندراني. وفي فيديو بقى النهارده هنجرب بوكس التانك من تفويله هو واحد من المطاعم الحلو والحادق كده اللي فتحت مؤخرا وانتشرت بشكل كبير جدا في اسكندريه. دي الميكسات اللي شغاله اليومين دول في اسكندريه ومحققه ترندات وعامله شغل جامد. يعني فتح في الشهر اللي فات بس اكتر من 5 مطاعم يعملوا نفس السندوتشات دي اللي هي الحلو والحادق. يعني متخيل في شهر واحد فتح 5 مطاعم والخمسة بينافسوا بعض. فالنهارده بقى هنجرب بوكس التانك من تفويلة وهنشوفه هل يستحق الضجة والقلبان اللي معمول عليه في الفترة اللي فاتت ولا أي كلام. البوكس ده عامل 100 جنيه فيه 10 سندوتشات، وفي بوكس تاني 5 سندوتشات وسعره عامل 60 جنيه. هنشوفه بقى البوكس ده فيه ايه، لان انا معرفش هو فيه ايه. السندوتشات اللي هم بيحطوها ما بيبقاش قايل لك عليها هو هيحط ايه، او انت تختار مثلا ان انت ممكن عايز ايه من القائمه بتاعت السندوتشات اللي عنده. وكمان هقول لكم بقى سعر كل سندوتش منفرد كده بعيدا عن العرض سعر كل سندوتش عنده عامل كام. وتحت هتلاقي العناوين والفروع بتاعته والمنيو كمان في صندوق الوصف. واعمل لايك للفيديو لو عجبك، واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اشعار بالفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها. ويلا بينا نشوفه تفويله وبوكس التانك عامل ايه. ادي كده ايه اول 2 هنفرشهم كلهم بعد كده نشوف. وهنا اهو 3 سندوتشات، ودول مغلفين اكيد. دول بقى ايه الحلو، المغلف ده اكيد هو الحلو. ودي كده خلاص البوكس كده خلص. المفروض ان دول كده 10 سندوتشات. دول كده ال5 الحادق اهمت. ونشوفوا بقى ال5 الحلو عاملين ايه. التغليف حلو قوي، يعني التغليف كويس، مفيش حاجة تيجي على حاجة او تقع منك. دي اهم حاجة بقى في الموضوع، لان اللغوصة والحاجات هنا ياما. ودول 3 من الحلو، وهم تقريبا كده مربى وكريمة وعسل وحلاوة وكريمة. دول 3 في الحلو، خلوهم برضو على جنب. يبقى كده 3 6 8، يعني المفروض كل علبة من دول كده فيها ساندوتش. اه هنا كده في ساندوتش حلو اهو. ونفتح التاني. وادي تاني واحد. هوريكم بقى ايه شكلهم كده كلهم عن قرب جنب بعض. ده كده بقى شكل السندوتشات بتاعة البوكس بتاع تفويلة. تاني واحد دوت اللي هو الفاهيتا لانشون. تالت واحد في الحادق وهو التونة. ورابع واحد في الحادق وهو ميكس الشيدر. وتقريبا الخامس شبهه بالظبط، مش عارف بقى هل هيطلع ميكس الشيدر ولا هيطلع شيدر بسطرمة، هنشوفه برضو. بس هما يعني من شكلهم كده الاتنين شبه بعض. ونيجي بقى لأول واحد في الحلو. ده تقريبا سوبر 95 بس معلهوش سوداني. وده كريمة. ده ايه؟ ده المورو. وده مربى، كريمة ومربى وكريمة وعسل وكريمة وحلاوة. كده يبقى دول كده ال10 سندوتشات اللي معانا النهاردة. زي بقى ما انتوا شايفين كده معانا ال10 سندوتشات، 5 حادق و5 الحلو. هنبدأ طبعا بالحادق ونخش على أول واحد. بس خلينا بقى ايه يعني نروق الدنيا كده ونيجي لواحد واحد فيهم. يلا هنيجي بقى لأول سندوتش معانا في الحادق وهو الميكس الشيدر. ده كده بقى ايه شكله اهو. يعني هي عبارة عن جبنة شيدر كده سايحة، وعليها يعني جزر حاجات بسيطة متقطع كده شرايح صغيرة. السعر الميكس الشيدر ده بقى بعمل 7 جنيه، يعني السندوتش ده عامل 7 جنيه يعني. يا بلاش. بس في مشكلة هنا، ما جابش جلافز. مبدئيا لازم السندوتشات دي يبقى معاها جلافزات، وهو هنا ما جابش جلافزات خالص.
ماشي، دي اول حاجه. ثانيا الحشو بتاع الميكس الشيدر حاسه قليل، يعني في مطاعم تانية بتعمل حشو اكتر من كده. بس خلينا احنا اللي يهمنا الطعم، اهم حاجه الطعم. خلينا ندوق كده ونقول بسم الله. مم. مم. ميكس الشيدر ده طعمه حلو، مقطع لك كمان في نص السندوتش كده قطع، فيه قطع جبنه شيدر في نص السندوتش. الجزر كمان مدي طعم حلو قوي للسندوتش دوت، يعني مش حادق ولا يعني الجبنه مش حادقه، دي حاجه كويسه ان الجبنه الملح بتاعها موزون وحلو، طعمها كويس الجبنه، يعني خامه كويسه مش حاجه تعبانه. كده اول سندوتش فيه الحادق تمام، طعمه حلو. هي بس تعقيب على كمية الحشو مش كتير، بس الجبنة اللي مستخدمينها في السندوتش ده جبنة نضيفة ومحترمة. خلينا بقى نخش على تاني حاجة ونشوف تاني حاجة معانا. نيجي بقى لتاني طبق وتاني حاجة معانا، وهي بيتكون من فاهيتا لانشون. طبعا الفاهيتا اللانشون دي بقى بتبقى ميكس كده، لانشون على زيتون على فلفل على صوص كده سبايسي كده حار شوية. ده كده شكل السندوتش. طب ده كده مليان شوية، يعني ده مكتوب. سعر بقى الفاهيتا لانشون دوت عامل 8 جنيه، يعني سعر السندوتش ده منفرد عن العرض ب 8 جنيه. كمية الحشو بتاعته كويسة، يعني ده السندوتش الأول تاني واحد، بس أول واحد في الحشو كويس. خلينا كده ندوق الفاهيتا لانشون ونشوف عامل ازاي. طعمه حلو قوي. الصوص الحار مش حار قوي، بس فيه السنة الحار دي، اللسعة بتاعت الحار اللي فيه جميلة جدا. كمية اللانشون فيه مناسبة جدا في السندوتش، السندوتش حلو قوي. يعني هي كانت محتاجة بس ان كمية الزيتون تقل شوية في السندوتش، هتدي طعم جامد جدا في السندوتش. لكن على وضع السندوتش كده فجميل، طعمه حلو قوي. كمية اللانشون فيه كويسة، وصوص الحار مدي طعم جامد قوي للسندوتش. خلينا كده تاني واحد مية مية، مجلاش حتى الآن، تاني سندوتش مجلاش. نيجي بقى للتالت سندوتش معانا، وهو كيري بسطرمة سوسيس. هنشوفه بقى هل ده كيري بسطرمة سوسيس ولا ايه. في كده قطعتين سوسيس كبار بحجم السندوتش. خلينا ندوق ونقول بسم الله. مم. هو كيري سوسيس بس، يعني جبنا الكيري والسوسيس، قطعتين السوسيس. طعم السوسيس بتاعه كويس برضو. مستخدم حاجة كويسة مش حاجة تعبانة قوي. سعر بقى الكيري السوسيس دوت منفرد، وانا مش لاقي هنا كيري سوسيس، وانا اللي شايفه هنا كيري بسطرمه سوسيس، بس هو ما فيهوش طعم البسطرمه. فسعر السندوتش ده تقريبا عامل 12 جنيه منفرد لوحده كده، يعني ده كده ب 12 جنيه لوحده. خش بقى على اللي بعده وهو التونه. تونه كده ايه متقطعه. مم. في هنا قطعه اهي، قطعه تونه مش متفتته قوي، يعني هي تحسها ايه، قطعه. مم. سعر بقى سندوتش التونه ده فسعره عامل 13 جنيه كده. خلينا ندوق التونه ونقول بسم الله. مم. جامد. الليمون مع الفلفل اللي متقطع دوت، مع تقريبا كده في سنة مايونيز، موديه السندوتش ده في حتة تانية خالص. طعم السندوتش جامد. ميكس التونة مع الفلفل مع الليمون، الليمون عامل شغل عالي. لا، الليمون عامل شغل عالي في السندوتش. وفي طماطم كمان. مم. لا لا، حتى الآن لا يزال التونة هو أحسن سندوتش أنا دقته حتى الآن.
يعني التونة ممكن اللي هو الميكس الشيدر، يليه الفاهيتا لانشون، يليه اللي هو الكيري سوسيس دوت. كده اول 5 سندوتشات حادق خلصوا، وترتيبهم زي ما احنا ما قلنا. نخش بقى على الحلو، ونشوفوا بقى الحلو عنده عامل ازاي. حدقنا نخش بقى نحلي. نبدأ بقى بالتحلية كده. نبدأ بقى بأول سندوتش وهو كريمة ومربى. سعر بقى السندوتش ده عامل 8 جنيه. نقول كده بسم الله وندوق. مم. ميكس الكريمة مع المربى جامد جدا. الكريمة مش مسكرة مع المربى اللي هي مسكرة، عاملة ميكس جامد قوي. نخش بقى على تاني واحد في الحلو، وهو كريمة وعسل نحل. كده شكله، وسعره عامل 7 جنيه. خلينا ندوق كده بسم الله. طعمه حلو قوي. السندوتش مش بيجزع من كتر السكر والحاجات دي، لا خفيف جدا. مم. وده بقى تالت واحد في الحلو، وهو كريمة وحلاوة. تقريبا كده عليه عسل نحل. وسعره عامل 8 جنيه كده لوحده. مم. الحلاوة طعمها حلو قوي. التلاتة بصراحة أحلى من بعض. التلات سندوتشات أحسن من بعض في كل حاجة. نسبة السكر فيهم مش عالية قوي، ما بتجزعش معاك. يعني لو كلت منهم 10 سندوتشات نفسك مش هتجزع معاك. السكر بتاعهم مقبول جدا. خشوا بقى على اللغوصة اللي جاية، اللي احنا هنستخدمها من غير جلافزات خالص، وربنا يستر. خلينا بقى نخش على السندوتشين اللي بعد دول. هنيجي بقى لأول واحد في اللغوصة، وهو كريمة وشوكولاتة. يعني السندوتش مش ماسك نفسه خالص. بص شكله بقى عامل ازاي اهو. وده سعره عامل 11 جنيه. خلينا كده بقى ندوق ونقول بسم الله. مم. هو في صوص كراميل كمان في السندوتش. لا جامد. كمية الحشو هنا بقى بدأت تزيد شوية. يعني هنا دخلنا بقى ايه في ميكسات الحلو، والحشو بدأ كمان يزيد. نيجي بقى لآخر واحد في الحلو، وهو كريمة لوتس شوكولاتة وأوريو كمان. يعني ده مش عارف بقى ايه، مش لاقي. اهو ده كده شكله بقى اهو. اهو خلينا ندوق كده ونقول بسم الله. مم. مم. ده برضه. هو حتى الآن مفيش أي حاجة عنده جلت في الطعم. يعني هي الطعم كويس، وكمية الحشو فيه الحلو كويسة مناسبة.
غير الحادق. يعني الحادق هو كان الاعتراض في الحشو كان في ميكس الشيدر بس، وبقية السندوتشات كان حشوها كويس. لكن السندوتش ده جامد جدا. فكمجمل التجربة كانت تجربة كويسة جدا وحلوة. كان التعقيب الوحيد ان هو ما حطش جلافزات اصلا. يعني انا لو باكل بره البيت فدي كده مصيبة. هتقعد بقى تلزق في كل حاجة وهتحتاج بقى مناديل وليلة كبيرة قوي. لكن الحمد لله ربنا ستر ان احنا بنجرب في البيت. ومجمل كده تفويلة ياخد 9.5 من 10 في كل حاجة يعني. ما شاء الله كل حاجة الطعم بتاعها كويس، الكمية كويسة. يعني انت بتجيب البوكس ده كله كده ب100 جنيه في 10 سندوتشات. يعني تقريبا السندوتش بيكون واقف عليك ب10 جنيه، بعيدا بقى عن سعره بره البوكس. يعني هو سعره كمان بره البوكس رخيص. مجمل الحاجة هتلاقيها ب7 ب8 ب12 ب13. في حاجات طبعا أعلى. في القنبلة ده تقريبا ب25. حاجة كده دمار يعني. بس انت كده محتاج حقنة أنسولين سكر أول ما تاكل القنبلة اللي عنده دي. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش. اكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات، ولو جربتوا من عند تفويلة فكانت التجربة عاملة ازاي. وكمان قولوا لي اجرب ايه في الفيديوهات اللي جاية. وسلام.